السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى فنزات؟ النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط. احنا زهقنا بقى من الخضار ومن الفراخ ومن الفراخ واللحمه والحاجات دي، فعيالي قالوا لي احنا مش عايزين بقى اي خضار تاني، اعمل لنا يا ماما قرنبيط. فانا طلعت القرنبيط اللي مفرزلاه معاكم في الفريزر، شايفين شكله وجماله. بس انا بقى هعمل فيه ايه تاني؟ انا بعمل بقى خلطه للقرنبيط ده جباره جباره جباره، هتشوفوها بتطلع القرنبيط في منتهى الجمال وطعمه حكايه. انا دلوقتي حاطه حله اهي على النار وحاطه فيها ميه، هسلقه زي ما اكون لسه برده جايباه. انا عايزه اغير طعم الفريزر وريحه الفريزر منه. بصوا بقى الميه اهي، هنحط لها شويه ملح، شويه ملح عادي اكنك جايبه قرنبيط طازه، هتديله بس صدمه، مش هتسويه، لا يا دوبك يقلب معاكي وتروحي مطلعاه على طول عشان هو مستوي. ده احلى طريقه القرنبيط. معانا برده شويه كمون عشان الانتفاخات بتاعت القولون، طبعا هو كمون وملح بس فقط لا غير. وهنحط له ايه كمان عشان تطعم لنا بقى القرنبيط، تخليه مسكر كده وعسل، شويه سكر. جربوا الطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه. بس بقى القرنبيط ده مفيد جدا جدا وصحي وجميل صراحه. اهو احنا قلبنا اهو الميه، هنسقط بقى القرنبيط بتاعنا. انتوا عارفين اللي هو مستوي وكل حاجه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هي الميه كانت بتغلي يا دوبك، هنديله بس غلوه بسيطه عشان خاطر انا مش عايزه اهريه معانا. ياخد بس ايه من ريحه الميه السخنه ويضيع لي طعم الفريزر وريحه الفريزر خالص من القرنبيط. يلا بينا يا فنزاتي على الخلطه الجباره. بصوا بقى، انا معانا اهو بوله، فحطيت فيها ايه كام فص توم دقاهم اهم. نعمل بقى خلطه قرنبيط حكايه حكايه حكايه. بصوا معانا ايه توابل، اللهم صل على النبي. ثانيه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كده كزبره ناشفه. اهم حاجه الكمون يا فنزاتي، اوعوا تنسوا الكمون. معلقتين برضو كمون، معلقتين ونص كده. بصوا بقى هنحط ايه تاني، ثانية يا فنزاتي. هنحط ايه تاني بقى يا فنزاتي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. معلقتين نشا او 3 معالق كده، عشان احط يجي 4 كوبايات دقيق، عشان عامله كميه قرنبيط كبيره. ده نشا. نحط الملح بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، بالنظره كده وبالعين. ثواني. معانا مكعب مرق، جربوا الخلطه دي مش هتندموا. البيض بقى حسب الرغبه. ادي حاطين كل حاجتنا والنشا وكله. هنجيب بقى الدقيق نحط كده بالبركه، بسم الله ما شاء الله، عشان انا بس ايه بصور بايد، بعمل بايد. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، عندكم لبن حطوا لبن، ما عندكوش زي ما انا هعمل كده حطوا ايه، ما يجراش حاجه يعني، حطوا ميه لو ما عندكوش لبن. معانا 5 بيضات اهم، اللهم بارك اهم. دول 5 بيضات هنحطهم بقى ايه على الدقيق، اللهم بارك اللهم بارك. بس نصفيهم كويس. نجيب المضرب بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. ونقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. لسه هنحط له ميه، ما تستغربوش. هقلبه بقى كويس قوي، احط له شويه ميه وارجع لكم تاني. بصوا بقى القوام بتاعنا، اللهم بارك اللهم بارك، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي،
ده القوام المظبوط عشان تعرفي تقلي القرنبيطه تبقى هشه معاكي كده وشاربه من السوس، وتبقى ايه ما تبقاش فاضيه وانت بتقليها، يعني ما يبقاش فيها السوس ده اهو. اعملوا القوام ده، ما تخليهاش خفيفه قوي عشان القرنبيطه تمسك. بصوا بقى الخطير بقى اللي احنا هنحطه النهارده، ما تستغربوش حاجه يعني ايه، اللهم بارك، يعني بتخلي القرنبيط في حته تانية خالص، في منتهى الجمال والله يا فنزاتي، ما تستغربوا. بسم الله ما شاء الله. بصوا هنحط ايه، معلقه صلصه، عندك شويه قوطه حطي شويه قوطه، بتخلي لك القرنبيط في منتهى الجمال اهو. معلقه ونص صلصه اهي، يا حركاته يا تكاته. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. وتقلبي ممتاز كده. شايفين بقى الطريقه سهله وبسيطه ازاي. هنحط ايه تاني بقى عليه، هقول لكم هنحط ايه تاني. بصوا انا جايبه كزبره، ما بحبش احط على القرنبيط الا كزبره، ما بحبش البقدونس، ما بحبش الشبت. الكزبره هي احلى حاجه للقرنبيط، انا بحب احط يعني حاجه واحده بس اهي، اخرطها على الخلطه بتاعتنا الجباره دي. لكم تاني عشان اوريكم حاجه، انا حطيت معلقه بابريكا، وهحط بقى ايه اللي يخلي القرنبيط بقى مسكر كده وطعمه جميل، مش مسكر يعني يزعق كده، لا في المعقول يعني. احط شويه سكر، ندعه سكر كده بسيطه، ونقعد نقلب الكلام الجميل ده، لسه ما خرطناش الخضره. هتشوفوا بقى شكل القرنبيط وانا بقليه، كل حاجه حصر معاكم اهو. خلطه في منتهى الجمال. بصوا لو عندكم شويه بيكنج باودر، بس انا صراحه دورت عندي ما لقيتش، يعني ما عملتش حسابي. حطوا برده معلقه بيكنج باودر، هتخلوا لكم برده يعني احنا حاطين اللي هو النشا عشان يخلي القرنبيط هش ومش مكتوم. برده لو حطيتوا معلقه بيكنج باودر هيبقى احلى واحلى برده. هو دلوقتي برده هقليه قدامكم وهوريه لكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاكسبلور، وشجعوني يا فانزات عشان يوصلكم كل جديد. خرطنا الخضره بتاعتنا، شايفين الخلطه وشكلها وجمالها وحلاوتها وطعمها، والله العظيم احلى واحلى. يلا بينا بقى على البوتاجاز. حطينا الطاسه على النار، وادي القرنبيط بتاعنا. هناخد بقى من الخلطه، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين تقيله الصلاه على النبي، شايفين جميله ازاي. ونحط ايه في الطاسه، شايفين بتبقى ماسكه على القرنبيط ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يطلع بقى قرنبيط برده مقرمش وزي العسل وهش من جوه وايه، وبألف هنا وشفا على قلبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقى القلي كله، وحاطه طاسه تانية اهي عشان هنعمل بقى جنبيه بانيه. احنا بنحب جنب القرنبيط البانيه. اغسل ايديا بس. شايفين شكل القرنبيط وجماله، شايفين لو سامعين، شايفين التحميصه ومقرمش وجميل جميل جميل، وشكله تحفه ناشف اهو اهو لو سامعينه. يخرب على الشكل والجمال ولا الطعم. والبانيه بتاعنا اهو هنطلعه. البانيه بقى اللي هو ده ايه الجاهز اللي انا كنت مفرزلاه معاكم، ارجعوا للفيديوهات وشوفوا الطريقه والبتاع، والكراس اللي عليه ما بيشالش ولا اي حاجه. والغدا بتاعنا الجميل اهو، القرنبيط يا جمال يا حركات يا تكاته. شايفين هش ازاي وجميل، مش معجن ولا اي حاجه، وطعمه والله العظيم. شايفين سامعين القرمشه، مقرمش وجميل مسكر. عملنا بقى جنبيه البانيه والسلطه بتاعتنا المعتاده، وبألف هنا وشفا على قلبنا. تعالوا كلوا معانا.